ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، ويا رب تكونوا يعني مبسوطين ومرتاحين في بيوتكم، وربنا يخليكم لبيوتكم ولأهاليكم، وربنا يخليكم لعيالكم وعيالكم ربنا يخليها لكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بجد وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. قلت بقى مش عايزه اطول عليكم الفيديو دوت. هو صغير وبسيط، بس قلت بقى عشان انزل لكم فيديو بقى قبل العيد، بقى ممكن بقى الايام الجايه ما انزلش فيديو. بس وقلت بقى انزل لكم النهارده روتين بقى جامد بقى قبل العيد بقى. هو حاجه بسيطه، بس قبل ما الدنيا تتكعبل بقى معايا بقى، يعني الايام الجايه هتكون متكعبله شويه. طبعا هننزل بقى نجيب بقى الحاجات اللي ناقصه بقى في البيت بقى، ونشوف ايه اللي ناقص بقى. ممكن اعرف انزل فيديو، ممكن ما اعرفش صراحه، على حسب الظروف. بس وقلت بقى انزل لكم بقى فيديو النهارده. بجد وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، واللي بتشجعني واللي بتخش تعمل لايكات واللي بتعمل تعليق. بجد بشكرها جدا، يعني بجد يعني ميرسي ليكوا بجد. النهارده بقى مسكت بقى الاوضه بتاعت اوضه النوم. ظبطتها بقى. انا قلت لكم هعملها تاني، يعني الفيديو الاخير قلت لكم انا هعملها تاني بسبب مفيش بيت ما بيخلاش من الكراكيب صراحه. ده لسه بقى عايزه اعمل بقى الاوض اللي بره، اللي هي الاوضه والريسبشن التانية. طبعا بقى عشان لما يجيلنا ضيوف الدنيا بقى بتكون مظبوطه بقى قبل العيد بقى ومتظبطه بقى. وبكره بقى حد شعانين، حد الزعف او حد الشعانين، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. بس وقلت بقى لازم اظبط الدنيا قبل ما انزل بقى واخلص بقى، وناقص بقى يعتبر ايه، ناقص على الفرش. بس وخلصت بقى انا هنا وفرشت الملايه. بجد انا بحب الملايه دي قوي، مش عارفه ليه، عجباني. الاضاءه بتاعتها حلوه فيها. بس هنا خلصت هنا الاوضه. هي الاوضه صراحه متظبطه يعني من اخر مره، وقلت بقى لازم ايه يعني اخلصها هي برضو، يعني عشان ايه الدنيا ما تتكركبش. لازم احط ايدي فيها اول باول عشان الدنيا ما تتكركبش. بس بقى وقلت بقى لازم بقى اجيب بقية الحاجة بقى نازلة بقى النهاردة بقى ان شاء الله. اجيب البيجين، واجيب بقى الحاجات اللي ناقصة لنا بقى الشخصية بقى، الحاجات بتاعتي بقى، عشان خاطر ايه بقى ما انزلش بقى كل شوية الايام الجاية. مش عايزة انزل صراحة كتير بقى، عشان ايه هركز في حاجات تانية بقى. في حاجات كورسات بركز فيها. و قلت بقى اخلص الشقة بقى عشان خاطر ايه نفضى بقى تدوت نفضى بقى نفضى بقى للعيد بقى والفسح بقى والتنطيط. حد جاب الفسيخ ولا لسه يا جماعه؟ ولا حد جاب الرنجه ولا لسه؟ انا جبت الرنجه صراحه، شلتها جبتها بكام الكيلو؟ ب170 جنيه. الكيلو انا جايباه ب170 جنيه. كيلو الرنجه، مش الفسيخ، كيلو الرنجه. الفسيخ لسه صراحه ما جبتهاش، بس هنزل اجيبها برضو. البيض كرتونه ب170 جنيه. الكرتونة البيض ب170 جنيه، 105 على حسب المحلات صراحه. ولو في ارخص من كده يا جماعه قولوا لي، عشان انا بجد انا تعبت من كتر الاسعار، من كتر ما هي عماله تعلى. بس وهنا بقى ظبطت وخلصت هنا بقى. يعني كل شويه يا جماعه اعمل لكم بقى في نفس الوضع بتاع اختي والوضع بتاعي والوضع بتاع الاوضه نفسه. يعني احنا المره دي مش متكعبلين الدنيا، المره دي نفسها مش مكعبلين الدنيا. احنا بقى قلنا بقى ايه، نخف شويه. بس وخلصت هنا. قلت بقى عشان انزل بقى ايه، يعني انا خلصت لكم الفيديو دوت، وقلت هنزل اجيب البيجامه بتاعت العيد بقى، مش هستنى تاني اكتر من كده. كفاياني كده، والاسعار بتغلى يعني كمان ايام عيد والاسعار بتغلى كمان. ولما اجيبها هفرجكم عليها، لازم افرجكم عليها اوريها لكم. بس وخلصت هنا الجزء بتاعي هنا، انا بدأت فيه. ما امبارح بقى عملت معاكم التلاجة. صراحة التلاجة كانت بشعة، قلت لازم اخلصها برضو. يعني الدنيا هنا تدوت كانت مش متظبطة، لازم اظبطها. اي حاجة لازم نقلبها نعدلها، اي حاجة
يعني هي التربية حلوة بس مش مهم، يعني اي حاجة نبقى نعدلها وراها. بس وهنا انا بعد الماكينة ده ماكينة بس. التعاون حلو يا جماعة، مش وحش برضه. هما سايبيني الامور بتاعت البيت ليه؟ عشان خاطر انا بصور، انتوا عارفين ان انا مش بصور، يعني انتوا فاهمين بقى. طبعا انا بظهر لازم كلنا نساعد بعضينا. بس ونسيت اقول لكم، انا نيفين بعمل فيديوهات روتينات. لو اول مره تشوفيني اتشرفت بيكي، ولو وصلت لغايه الفيديو في الوقت دوت بجد فرحانه بيكي اللي انتي لغايه وصلتي لغايه هنا. ممكن تعملي لايك وكومنت حلو منك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وميرسي ليكي لغايه انتي وصلتي لغايه هنا لغايه هنا. بس بس وقولوا له ايه الدنيا بقى، الاسعار ايه الدنيا يا جماعه؟ حد جاب لبس العيد ما جابش ولا ايه النظام يا جماعه؟ بس وعايزه بقى اخد بقى بقيت يعني بتدرب على كورس بقى الفوتوشوب بقى. يعني انا كنت بقول لكم كنت باخد كورسات، باخد الفوتوشوب يا جماعه مش سهل زي ما انتوا فاكرين، يعني لازم عاوز تركيز حلو. عشان كل ده بيعتمد على يعني اللي هي الدماغ بتاعتك، عشان ايه تركزي عشان تطلعي ايه حاجات حلوه اللي عايزه تشتغل بيه. طبعا في كورس الفوتوشوب، في كورس اللي هو الاستريتور، في كورس اللي هو في حاجة تاني بس انا مش فاكرة اسمها. في دلوقتي طلع الذكاء الصناعي، يعني ممكن تعملي اي حاجة بالذكاء الصناعي، بس ايه، بس هي لازم تكوني فاهمة انت بتعملي ايه. يعني انت برضو حتى لو اتعاملتي بيه لازم تكوني انت فاهمة، لازم تاخدي الكورسات دي. هو هيسهل عليكي بس في نفس الوقت يكون ايه انت كده فاهمة بتعملي ايه. بس واللي بيتعلم حلو واللي بيفهم حلو وكل حاجة حلوة. يعني الأيام دي طبعا الحاجات دي كلها دلوقتي كله دلوقتي نازل على النت، كله دلوقتي شغال على النت. يعني الدنيا بتتطور ما بقتش زي الأول. يعني أنا المفروض كنت الحاجات دي خدتها من بدري بس أنا اتأخرت شوية. بس وهنا بقى ظبطت بقى الضرفة بتاعتنا أنا وأختي بقى. يعني بص بقى، يعني هي الدنيا ما كانتش متكعبلة شوية بس كانت الدنيا كانت مظبوطة صراحة. يعني أنا اول باول ايدي فيها على طول عشان ايه نشوف الحاجه اللي احنا عاوزينها والحاجه اللي احنا مش عاوزينها. بصوا الدنيا هنا متظبطه صراحه، والحاجه بتاعت مامتي والحاجتنا يعني في الضرفه، بس الدنيا كانت متظبطه. بس وهنا خلصت بقى وماسكه البتاع ده كله، رحت بقى شلت بقى بقول لكم باي باي اهو يا جماعه. بس بقى شفت بقى الدنيا بقت منوره ازاي بقى لما خلصت. بس وبقول لكم باي باي وما تنسينيش تعملي لايك.